مرحبا عائلة برا. لو انت واحد من الناس اللي مهتم ان انت كنت تعرف كيف بدأت علاقة نورة فتحي وأمجاد بادي، تابع الفيديو. كانت نورة على علاقة وكانت تتوعد مع أمجاد لفترة قبل أن يقوم بالزواج من نيها دوبيا، الممثلة اللي ظهرت لآخر مرة في برنامج ستريت دانسر 3D. تقوم نورة فتحي بالحفاظ على حياتها الشخصية تحت السيطرة وبعيدة بنسبة كبيرة عن وسائل الإعلام، ولكن علاقة نورة فتحي وأمجاد كانت مسار اهتمام وسائل الإعلام وأيضا السوشيال ميديا. السؤال الأول: كيف تم لقاء أمجاد ونورة؟ تم لقاء أمجاد ونورة لأول مرة أثناء تواجد نورة وأمجاد في حفل زفاف أحد الأصدقاء، وكان الزفاف ده متواجد فيه عدد كبير من النجوم، وكان هناك عدد كبير جدا من مقاطع الفيديو اللي انتشرت على الانترنت، وذلك حينما رأينا نورة وهي ترقص مع أمجاد، وبدأت من وقتها الشائعات تنتشر عن علاقتهم. وبعدها توالت اللقاءات وبدأوا يشاهدوا في العديد من الأحداث مع بعضهم البعض والعديد من الحفلات. وفي أحد المقابلات صرحت نورة وقتها إن ما يحدث بينها وبين أمجاد هي أفضل الصداقات اللي مرت بيها، لكن فوجئنا جميعا بزواج أمجاد من نيها. كانت وسائل الإعلام تركز بشكل كبير جدا على علاقة نورة وأمجاد، واستمرت حتى بعد زواج أمجاد من نيها. الغريب في الموضوع ان ما كانش هناك اي اخبار او اي اشاعات بتقول عن ان هناك علاقة بين أمجاد ونيها، لكن فوجئنا جميعا بزواجهم فجأة، وده اللي جعل كتير من الاخبار تقول بان نيها حامل، لذا كان يجب عليهم الزواج. وده بالفعل اللي اتأكد مع الوقت بان نيها انجبت بعد فترة وجيزة جدا من الزواج. وبعد ما انتشرت اخبار الزواج ولم يعدوا يتحدثوا مع بعضهم البعض نورة وأمجاد، وأثناء حديث مع نورة فتحي وتحدثت عن علاقتها مع أمجاد منذ فترة، قالت وقتها نورة أن الانفصال هو شيء يمر به المرء، وكيف بقت منكسرة لمدة شهرين تقريبا بعد انفصالها، فقدت الأمل في حياتها المهنية، ومع ذلك قالت نورة أنها قررت المضي قدما ونسيان الماضي.